يا عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو فيه تصويرة تحكي وحدها، مقروض أول مرة نجربه الحقيقة. والله جاني ما شاء الله ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم. مقادير سهلة موجودة في كل دار، البنة مضمونة. تبعوا طريقتي ووصفتي، قدرة ربي تنجحوا فيه من أول مرة كيفي. واعملوا لي لايك واشتراك ويلا نبداو الوصفة مع بعضنا ان شاء الله. خذيت رطل سميد احرش، يعني متوسط مش لرطب، وخذيت معاه 150 جرام فارينة، شوية ملح شوية كركم، نصف مغرفة ملح نصف مغرفة كركم ونصف مغرفة خميرة حلويات. نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، الجاف هنخلطوه مع بعضهم ونسخنوا كيس ديريليكس زيت بالباهي بالباهي، هاو كي تشتش سخنوه بالباهي بالباهي مش دافي، كيس وشطر نبسبسو بيه السميد بالباهي بالباهي هكا بالمغرفة، خاطر ما تنجمش تشدو ما تنجمش تعمل باليدين خاطر سخون برشا. نستعملو المغرفة ولا مغرفة لوح ولا اللي هو، وتصب شوية وتحركوا الكل بالباهي. المهم يدخل بالباهي في وسط السميد بالباهي بالباهي هكا بالمغرفة، هكا كل مرة تزيد شوية وتحرك بالباهي لين تتأكد اللي هو وصل للسميد الكل. وهذه الطرف اللي زدتها من بعد قل مشطر شوي. من بعد نفس الكمية عملتها ماء زاد سخون، راهو نفس كيف. من بعد هكا حسيتو صافا، هكا وليت نجم نلمو بيدي، نحاول نسايس روحي هكا نلمو بيدي لين نتحصل على عجينة متماسكة. لمو لمين راهو مش نعجنوه، والله أول مرة الحقيقة نعملو جاني ما شاء الله ما شاء الله. ما فماش واحد ذاق وما عجبوش، يعني الكل عجبتهم هاك الشكل النهائي. لازمها تكون تتلم. ومن بعد جاني هكا يتفترش هكا شوية، تفتفت شوية، أما عرفت نسيطر عليه وبعد جاتني الكعبة متماسكة وباهية. استعملت لنا الشحور، عملت رطل سكر غميته هكا بالماء وحطيته يغلي، حطيت فيه ترانش قارص، ومن بعد زدت فيه زوز مغارف عطر شي. هوني استعملت عندي كيلو تمر مرحي، استعملت منه رطل، اما رطل راهو برشا على الاخر، نصف رطل نورمالمون هذاك شاطرو. ديجا فضلي يعني. حطيت فيه زوز مغارف زيت زيتونة، حطيت فيه شوية لوز هروشته وشوية جلجلان، خلطته بالباهي حتى تخلطت على عجينة، تحصلت على عجينة هكا سوبل شوية لينة هكا، خاطر هي يابسة هكا شوية كاسحة. حسيلو لميتها هكا بالباهي شكلتها ديبودا، حضرتهم للعجينة العجينة متاع المقروض يعني. والعجينة متاعو راني خليتها ترتاح، قد ما تخليها ترتاح تجيك باهية على الاخر يعني. خليتها الحقيقة ساعتين، تنجم تخلي 4 6 8 سوايع، قد ما تخليها ترتاح قد ما تجيك أحسن، تجي معناها نتيجة طيارة. لكن هكا صفا على الآخر، ساعتين صفا على الآخر جاتني. هكا ناخذ هكا بشوية ونحلهم نحضرهم. هذه النتيجة النهائية. استعملت كان 3 راه، البقية فضلتها. ونبداو ناخذ العجينة ونبداو نشكلوا نفس الطريقة، نعملوا بودان هكا. اللي نجم يفيدني على جاني يتفتفت شوي، انا سيطرت عليه راهو، عرفت كيفاش نلمو معناها شنو ناقصو، زعما شوية فرينة. لكن النتيجة روعة 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 على الاخر. هكا نسكروا عليها بالباهي طرفة تمر، ونحاولوا هكا نحلوها بالباهي. نجيبو دا على فكرة من غير قالب، راهو ما عنديش قالب، باش نعملو من غير قالب. هاي الوصفة هذه الحقيقة شيء كبير، عجبتني على الاخر.
شنو اللي ديما نعملها هكا، تحلها بالباهي وتستويها بيديك. هكا بالطريقة هذه تحضرها، ومن بعد تنحي شوية الأولى، تاخذ الكعبة متاع المقروض، الفورمة متاع المقروض هكا زيتها هكا. ان شاء الله روعة. نحضروه معك، نعملو كونتيتي باش نقليوها مع بعضها الكل. ومن بعد باش نعمل الطريقة الاخرى، المقروض الاخر الصغير. تبعوا معايا الوصفة والطريقة. اذا قاعدين تشوفوا فيا اول مرة، عملوا لي لايك واشتراك، او باش نقعد ديما موجودة وفيديوهاتي تطلع لبرشا يستفادوا من وصفاتي المتواضعة حسب تجربتي، ديما حسب تجربتي. والله هذه أول مرة ما شاء الله جاني روعة. نحلوه بالطريقة هذه، نعملوه جويد مش كيف الأولاني خليناه هكا عريض شوية وزدنا هكا نزلنا عليه بالباقي، هذا تخليها جويد. كان تلاحظوا الفرق مش كيف حليناه. نحلت شوية الأولى وتقعد هكا تقص. شوف ما شاء الله. شوفوا هذا الشكل النهائي متاعه. كالعادة نحطوه في الطبق ليمون كونتيتي باهي، وبعد نقليه مع بعض هكا. نحط زيت هكا تستويها شوية، إذا كان هكا من القصان والكل مش مريقلة، تسمحها هكا شوية وتحط هكا، تلمهم هكا في طبق في حاجة، ومن بعد تقليهم هكا. تسخن شوية زيت، يلزم الزيت يغم الكعبة، ما تخليهاش يعني ما هيش مغمومة، وما تقلبهاش فيسح يعني، خليها خطر تتفتفت، يلزمها تحمار هكا، تحسها شدت روحها بالباهي. قولوا لي منين تتبعوا فيه، اذا تشاهدوا فيه اول مرة اعملوا لي لايك واشتراك في قناتي باش فيديوهاتي يزيدوا يوصلوا ونزيد نطور من روحي ان شاء الله. وديما هذا فيديوهاتي نعملهم حسب تجربتي الخاصة. هكا بداو يحماروا، نقلبوهمش من الاول خاطر يتفتفتوا كما قلت لكم. في ساعة يطيبوا، زاد الحاجة الباهية في ساعة يطيبوا، ومهمش على لازم تخليش نار قوية وماهيش نار ضعيفة، نار باهية متوسطة هكا ديريكت في الشحور يلزم يكون بارد. الشحور القوام متاعو يكون عقد شوي متاعو مش جاري، يكون هكا متماسك شوي مش جاري هكا. نقلبوهم بالباهي، خليهم يتشربوا الشحور بالباهي. راي الكمية متاع الشحور جاتني قد تقدم مع كمية المقروض هكا. بعد ما تشرب شحوره نحطوه، نخرجوه في الصحن اللي باش تقدم فيه، ونرشوا عليه شوية جلجلان أبيض يزيدوا بنا على بنا. الحقيقة المقروض معروف عليه جلجلان الأبيض، اللي يحب يحط الجلجلان الآخر زاد ما عادي هو، أما احنا حبينا نتبعوا الوصفة الأساسية يعني يستعملوا فيها جلجلان الأبيض. الحقيقة جاني ما شاء الله، نودكم ولا شهيكم، ما زلت مضروبة فيه. الحقيقة عجبني وهذه النتيجة وهذه الكونتيتي الكل كانت نتيجة روعة، وإن شاء الله تجربوه يا ربي، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. وتوا اللحظة الحاسمة، ديما نسميها اللحظة الحاسمة. شوفوا ما شاء الله شرب الشحور، ما شاء الله كعبة طايبة ما شاء الله في حقها، والله روعة. بنا 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 إن شاء الله تجربوه، إن شاء الله تعجبكم ريسيتي ووصفتي. تابعوا طريقتي وإن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله في فيديو قادم يا ربي. تنسيش الجيم والاشتراك. إلى اللقاء.